خطوط الانتاج كلها اللي احنا شفناها حاجة، والجزء اللي احنا متواجدين فيه النهاردة او الجناح اللي احنا متواجدين فيه دلوقتي حاجة مختلفة تماما. الجناح اللي احنا متواجدين فيه هو عبارة عن نموذج او كده يعني موديل كده خاص للشراكة اللي حاصلة بين القطاع الخاص والهيئة العربية للتصنيع. على مدار الممر اللي حضراتكم هتشوفوا لقطات منه واجزاء ومشاهد منه، في شركات مصرية واجنبية متعاقدة مع او تجمعها نوع من انواع الشراكه مع الهيئه العربيه للتصنيع، وده بيدي للشركات دي طبعا ثقل ومصداقيه، وفي نفس الوقت كمان بيخلق منفعه وبيخلق مزايا متبادله بين الطرفين. دلوقتي احنا متواجدين في الجزء الخاص او الجناح الخاص بشركه زيرو تك، وهي شركه مصريه طبعا قطاع خاص ليها منتجات واسهامات في السوق بشكل مختلف. هيكلمنا عنها ونتناقش فيها اكتر مع الاستاذ عاطف ابو هاشم رئيس مجلس اداره الشركه. منورنا عبر شاشة المحور. في البداية برحب بحضرتك من داخل المقر الإداري لزيرو تك من داخل مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع. طبعا المقر الإداري ده كانت وظيفته الرئيسية إن احنا نبقى جنب خطوط الإنتاج بتاعتنا. منتجات زيرو تك بتتصنع في كوريا من أكتر من 10 سنين. لغاية سنة 2020 وقعنا عقد التصنيع المشترك مع مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع عشان نبدأ مرحلة جديدة من تصنيع كاميرات المراقبة في مصر. النهارده احنا مثلا بنتكلم في اكتر من 200,000 كاميرا تم انتاجهم، راكبين في معظم المشروعات القوميه والحيويه. بدانا بتصنيع محلي، يعني نسبه مكون محلي. النهارده زودنا نسبه المكون المحلي عندنا. قد ايه نسبه المكون المحلي في كاميرات المراقبه تحديدا؟ احنا بدانا من 3 سنين ب 41%، والنهارده تخطينا من تقريبا من حوالي 65% او 70%. احنا مخططين ان شاء الله هنوصل ل 80% قريب جدا. تمام، حلو جدا في كاميرات المراقبه. طيب ايه المنتجات الثانيه اللي بتعملوها الى جانب كاميرات المراقبه؟ بعد طبعا نجاح كاميرات المراقبه دخلنا خط جديد خالص، يمكن حضرتك صورتوه فوق، خط انتاج الساوند سيستم. بدانا الخط ده بنسبه تصنيع 70%، وده خط من الخطوط الجديده خالص. لكن مواصفات الكاميرات ايه؟ لانه برضو احنا دايما بناكد للناس انه كل حاجه بتخرج من هنا من المصنع ايا كان بقى بشراكه مع القطاع الخاص تماما بيعملها، يعني هي في الاول وفي الاخر هي جذابه للناس، مش مجرد حاجه متاخره او قديمه او تكنولوجيتها بسيطه. فالمواصفات ايه في الكاميرات؟ المواصفات في الكاميرا، طيب احنا عندنا كاميرات هنا، بما ان معانا دلوقتي قطاع البترول، في كاميرات هنا اكسبلوجن بروف، دي كاميرات مضاده للانفجار، ودي بتساعد ان البيئات الخطره او اللي فيها غازات كتيره ان هي تبقى غير قابله للانفجار. طيب عندنا نوع تاني من الكاميرات هنا، الكاميرات اللي هي الاكوا كاميرا، دي بتركب بتستخدم في الابحاث العلميه اكتر، يعني بتنزل مثلا بنركبها في بطن الحاجه اللي يعني حاجه بتنزل تحت الميه لمسافه مثلا 300 متر، وفيها اضاءه ليليه، فبتستخدم معظمها في الابحاث العلميه. وعندنا كاميرات تانية مضاده للتاكل موجوده، دي بتستخدم في البريمات، بتستخدم في اي حاجه مواجهه للبحر عامه عشان تبقى تصمد لفتره اطول، ودي كاميرات متخصصه جدا. طيب وشاشات التلفزيون بقى، انا شايفه برضو عندكم انواع وشكلها سمارت اللي هي الحاجات الحديثه والالكترونيه. شاشات التلفزيون هو منتج خاص بمصنع الالكترونيات تحت العلامه التجاريه بلوتو، بيباع برضه في كل الفروع بتاعتنا. وعندنا برضو الشاشات التفاعليه بتبقى موجوده برضو خاص بالعلامه التجاريه بلوتو برضو. ممتاز. والسماعات السبيكرز؟ السماعات طبعا زي ما قلت لحضرتك احنا عندنا الداخليه والخارجيه، وعندنا العموديه بتناسب كل الاماكن اللي احنا بنركب فيها، يعني عندنا فرايتي كبير في السماعات. وعندنا طبعا الانتركام، بما اننا كنا بنتكلم عن الحاجات بتاعه البيوت والفيلل والكلام ده، عندنا طبعا الانتركام المرئي من اول وحده لغايه 256، فاحنا برضو بنخاطب بيه برضو الفئات اللي هي الايه الهوم يوزر. وعندنا اجهزه الحضور والانصراف بتدعم الذكاء الاصطناعي برضو زيها زي الكاميرات. يعني الاول كنا احنا بنقف وبنحط بصمتنا، النهارده في الفيس، النهارده انا ممكن اخد 4-5 في شوت واحد على مسافه 3-4 متر، فكل ده بيدعم برضه الذكاء الاصطناعي. طيب رساله بقى حضرتك باعتبارك النهارده يعني ممثل للقطاع الخاص او جزء من القطاع الخاص، واحنا شايفين ان الدوله المصريه عندها هدف الارتقاء بالصناعه وتوطين الصناعه، ويعني الارتقاء بنسبه المكون المحلي في كافه القطاعات، رسالتكم ودوركم ايه كقطاع خاص في المجال ده؟ أنا عايز أقول إن إحنا يعني من زمان وإحنا بنتطلع إن إحنا نصنع في بلدنا، وزي ما قلت لحضرتك التصنيع أصعب بكتير من التجارة، بس هو كان حلم عندنا من زمان. لما جت الفرصة مع مصنع الإلكترونيات إحنا ما سيبناهاش، قدرنا نجتاز كل التحديات وكل الصعوبات، والحمد لله النهاردة إحنا بنتكلم على منتج واقف على أرض صلبة، منتج ثابت وجوده. فأي حد يا جماعة يجيله الفرصة دي ما يسيبهاش. الفرصة دي يعني بتتكرر مرة وممكن ما تتكررش. الصناعة مش صعبة،
في دعم كبير من الدولة وفي توجيهات كبيرة لتعميق التصنيع، ودي الفرصة اللي جات لنا واحنا الحمد لله قدها وقد كل التحديات. شكرا. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا.